اغلبكم ما عرفش مين الصحابي اللي كان في لغز امبارح. هو واحد من ال10 المبشرين بالجنه. الصحابي اللي بنتكلم عليه ده بطل خارق. في سن ال15 سنه بس كان هو اول واحد يشهر سيفه في الاسلام. لما جت اشاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فاشهر سيفه وكان عنده استعداد ان هو يقاتل وهو عنده 15 سنه بس. الروايات بتقول عنه اساطير، كان بيخش في وسط صفوف العدو يشقها نصين، كان بيميز نفسه بعمامه صفراء، اللي هو عايز تحاربني انا اللي لابس اصفر في المعركه، مش خايف من حد. في روايات كمان بتقول ان الملائكه لما نزلت تنصر المسلمين يوم بدر نزلت لابسه عمامه صفراء زيه. غزوه الخندق لما المسلمين كان معمول عليهم حصار مميت، الرسول صلى الله عليه وسلم سال وقال من ياتيني بخبر القوم. الرسول سال 3 مرات، وفي ال3 مرات كان الصحابي ده هو اللي بيقول انا يا رسول الله. دي مهمه شبه مستحيله، انت مطلوب منك وانت محاصر تطلع بره الحصار وتجيب اخبار الجيش التاني وترجع تاني للنبي تقول له ايه اللي حصل. بقول لك بطل خارق، ما بيفرقش معاه مستحيل. لما المسلمين حاصروا قلعه بابليون والمده بتاعه الحصار طولت جدا، الحل العبقري لفتح الحصن عنده هو عملنا عن حصار الحصن ده والموقف اللي عمل حلقه كامله، ابقى روح شوفها. جسمه رضي الله عنه وارضاه كان عباره عن خريطه من كميه الجروح اللي فيه، وتشرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير بن العوام. قول لنا في الكومنتات كنت تعرف القصه دي ولا لا، وما تنساش تعمل فولو عشان تشوف القصص الجايه.